اهلا بيكم متابعينا الكرام والاعزاء. لو انتم محبين متابعه اخبار النجوم الحصريه لا تنسوا دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد. سهر السايغ تجذب الانظار برفقه خطيبها في ظهور نادر. رصدت عدسات الكاميرات ظهور خاص للفنانه المصريه برفقه خطيبها طبيب الاسنان صلاح العباسي استاذ جراحه وتجميل الاسنان في مستشفى القصر العيني. نادرا ما تظهر الفنانه سهر السايغ في الحفلات والمناسبات، لذا كان حضور هذا الزفاف لافتا للأنظار خلال حضورهما حفل زفاف المخرجة سعاد إبراهيم جمال على المخرج محمود شكر أبو عميرة. وشاركت سهر السايغ في الموسم رمضان الماضي في مسلسل بابا المجال، والذي نجح بشكل كبير وحصل على نسب مشاهدة عالية، وشارك هذا المسلسل العديد من النجوم مثل مصطفى شعبان وباسم سمرة ونسرين أمين وسوسن بدر وجمانة مراد ورياض الخولي وسما إبراهيم ومحمود حافظ وأحمد كشك ومحمود رمضان. وسبق أن كرمت الفنانة في الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بجائزة أفضل ممثل عن دورها في فيلم الباب الأخضر. كما وكان يترأس هذا المهرجان الأب بطرس دانيال، وأقيمت فعاليات الختام في قاعة النيل لآباء الفرنسيسكان. وشهد الحفل توزيع الكثير من الجوائز على الفائزين من الأفلام المشاركة لهذه الدورة. وحضرت سهر السايغ فعاليات المهرجان الختامية بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان طويل مصنوع من الشيفون، ووضعت مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها الرقيقة، واعتمد تسريحة شعر قصير. وقدمت الحفل الإعلامية لميس سلامة، وحضره العديد من نجوم الوسط الفني مثل الفنانة سميرة أحمد والفنانة سهر السايغ والفنان مجدي كامل والفنانة مي الغطي ووالدها الكاتب محمد الغطي وآخرون. أما عن لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان في دوراته 71 فقد ترأسها كل من المخرج هاني الأشين، وعضوية كل من الفنانة ماجدة زكي والفنان مجدي كامل والفنانة عائشة بن أحمد والدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد القمار، والناقدة ناهد صلاح. كما يعد هذا التكريم هو الثاني للفنانة سهر السايغ من المهرجان، وسبق أن تم تكريمها منذ أكثر من 26 عاما عن دورها في مسلسل أم كلثوم. كما عبرت سهر السايغ عن سعادتها بهذا التكريم وبفوزها بجائزة أفضل ممثلة في حفل ختام المهرجان. كما شكرت سهر السايغ في كلماتها إدارة المهرجان والأب بطرس دانيال، وتمنت في ختام حادثة أن تكون عند حسن ظن الجمهور بها. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات.